السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة الفرنسية مع مستر خالد برسيم. النهاردة بإذن الله هنكمل مع بعض الدرس الأولاني وتفاصيله. اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الملابس، أو في الفيديو اللي فات عن الملابس وإزاي أسأل اللي قدامي عن الملابس اللي هو لابسها، أو الستايل بتاع ملابسه، أو اللوك، أو التني، أو ووضحنا الملابس اللي عندنا مذكر ومؤنث، وازاي نسأل عنها وازاي نجاوب عليها لو السؤال جالي في الايميل. كل ده قلناه مع بعض في الفيديو اللي فات. الفيديو بتاع النهارده بقى مهم جدا، وهو معتمد على حفظك للكلمات بتاعه الدرس مذكر ومؤنث كويس جدا. ليه؟ لأن الدرس بتاع النهارده أو فيديو النهارده هنقدم فيه الصفات بتاعة الدرس. الصفات هتتكلم عن إيه؟ قال لي صفات الألوان. يعني عايز تقول أنا لابس جيلي لونه أسود، أنا لابس تيشيرت لونه كذا، لابس بنطلون لونه كذا، الملبس يكون قديم، الملبس يكون أصلي. فبالتالي هتبدأ هنا تتكلم عن الصفات عشان توصف لون أو شكل اللبس اللي أنت لابسه. فبالتالي انا لازم اكون حافظ الكلمات بتاعت الدرس وحافظ الملابس بصفه خاصه مذكر ومؤنث كويس جدا، عشان انا لما هاجي اختار اللون او هختار الصفه اللي هتوصف اللبس اللي انا بتكلم عنه، لازم أنا اكون عارف هو انا بتكلم عن حاجه مذكره ولا حاجه مؤنثه، حاجه جمع مذكر ولا حاجه جمع مؤنث. فبالتالي هنتكلم النهارده عن تأنيث وجمع صفات الالوان. تأنيث وجمع صفات الالوان. انا هريحك وهدخلك الدرسين في درس، لان هو عامل لك في الكتاب سواء برافو او كتاب ميرسي عامل لك التأنيث في جزء والجمع في جزء تاني وهكذا. انا هدمج لك الاثنين مع بعض وهقول لك خلاصة الكلام في الفيديو ده باذن الله. اول حاجة كده لما تيجي تتكلم عن الالوان نفتكر مع بعض الالوان واللي احنا اخدناها في سنة اولى ثانوي. هنعمل مربع هنا كده هنتكلم فيه عن الالوان مذكر ومؤنث. طبعا لما تيجي اولا كده تسال عن لون حاجه، اما تيجي تسال عن لون حاجه يقول لك انت تسال صديقك عن لون اللبس بتاعه، لون الزي بتاعه، لون التيشيرت اللي هو لابسه. كلمه لون عارفينها من اولى ثانوي اسمها une او لا كولور. طب لما تيجي تسال حد عن لون اللبس بتاعه بقول له ايه؟ قال بتقول له كلي quelle est la couleur ما يكون اللون de كذا. معناه ايه؟ معناه ما يكون اللون بتاع كذا. quelle est la couleur de كذا. اخلي بالي ان انا هنا طبعا مختار كل بدبل ال. ليه؟ لان كلمه couleur اللي هي معناها لون كلمه مؤنثه. Quelle est la couleur de كذا؟ ما يكون لون كذا. Quelle est la couleur de ta tenue؟ ما يكون اللون بتاع زيك. Quelle est la couleur de ton gilet؟ ايه اللون بتاع الجاكيت القط اللي انت لابسه. Quelle est la couleur de ton pantalon؟ ايه هو اللون بتاع بنطلونك. او ممكن السؤال يجي لي بالصيغه دي، لا couleur de كذا، اللون بتاع كذا c'est quoi؟ اقول له مثلا la couleur de ta robe، اللون بتاع فستانك c'est quoi؟ لون فستانك يكون ايه؟ اخلي بالي هنا احنا عارفين ان كلمه كوا هي في الاصل كلمه ماذا، بس لما بتيجي في نص السؤال او اخر السؤال بتتحول الى كلمه كوا. لا كولور دي كذا سي كوا. طيب في سؤال كمان اقول له دي كل كولور ايه كذا. de quelle couleur est كذا، يعني من أي لون أو بأي لون يكون كذا. أقول له de quelle couleur est ton pyjama؟ de quelle couleur est مثلا ta jupe؟
يعني لون الحاجة اللي انت لابسها ايه. احفظ الثلاث صيغ دول للسؤال عن الالوان، وطبعا احفظ التركيبة الاخيرة دي دو كيل كولور ايه كذا. الثلاثة معناهم ايه؟ لون كذا يكون ايه. ده لما احب اسال عن اللون يبقى احنا اساسي عندنا ان كلمة كولور كلمة مؤنثة. طيب الالوان اخدتها في سنة اولى ثانوي، هفكرك بيها سريعا. ليه هتفكرني؟ لان احنا عارفين ان لما بنيجي نأنس الالوان او نأنس اي كلمه عندنا في الفرنساوي او اي صفه عندنا في الفرنساوي بنزود في الاخر حرف ايه؟ هتقول لي بنزود يا ميسو في الاخر حرف الاي اللي هو حرف الاي. الله ينور عليك. بس انا في عندي الوان اخدتها من اولى ثانوي كانت في الاصل بتنتهي بحرف الاي، فبالتالي الالوان دي بتنفع مذكر وبتنفع مؤنث. فانا عايز افكرك بالالوان عشان تفتكر. هنعمل كده جدول صغير كده نفتكر مع بعض. هنكتب فيه الالوان مع بعضنا باختصار. هنعمل هنا الالوان المذكره وشكلها في المؤنث، وهنا الوان برضو مذكر وشكلها في المؤنث. اول لون معانا اللون الازرق كان اسمه بلو. بلو بلو ازرق. اخضر فير. فير احمر. روج روج. ابيض بلون بلون. اصفر جون جون. برتقالي اورانج اورانج. بنفسجي فيولي فيولي. بني فاتح او عسلي مارون مارون. بني غامق بران بران. رمادي جري جري. اسود نوار نوار. وردي روز او غوز. دي الالوان اللي احنا اخدناها في سنه اولى ثانوي. الالوان دي زي ما احنا شايفين كده هي كلها مذكره. كلها مذكره. يعني معنى كده لما تيجي تبص للون الروج الاحمر هتلاقيه وهو مذكر حرف ال جزء منه. اذا ابقى عارف ان انا اللون الاحمر ده هينفع للمذكر وهينفع للمؤنث. كذلك الحال اللون الجون الاصفر حرف ال جزء منه، اذا بينفع للمذكر وهينفع برضه للايه؟ للمؤنث. كذلك اللون الاورانج واللون الغوز. يبقى انا عارف كده ان انا في عندي كام لون كده اخرهم حرف ال هينفعوا معايا مذكر وينفعوا مؤنث. طب بقيه الالوان في المؤنث بيتأنسوا ازاي بقى؟ البلو لما نيجي نأنسه بيبقى بلو وبزود له في الاخر حرف الاو. فير بيبقى فيرت برضه بزود له او. روج ازود له حاجه؟ ما انت لسه قايل لنا بقى بينفع مذكر ومؤنث زي ما هو بدون تغيير وبدون اضافات. اللون البلون بيتحول الى بلونش. طبعا الناس الشاطره اللي متابعه من اولى ثانوي هتبقى عارفه ان البلون في المؤنث اسمه بلونش بنزود له اش اي. اللون الجون انت لسه قايل لنا ينفع مذكر ومؤنث، اذا بالتالي انا مش بضيف له اي حاجه بيفضل زي ما هو جون. وكذلك اللون الاورانج. فيولي قال لي في المؤنث بتزود له تي او فيوليت. فيولي فيوليت. مارون اللون البلطجي. اللون المارون ده قال لي بص ما تضيفليش اي حاجه، خليني زي ما انا كده، بس انا معاك في اي جمله انت عايزها، في اي وصف انت عايزه. عايز نوصف مذكر هوصف لك مذكر، عايز نوصف لك مؤنث هوصف لك مؤنث، عايز نوصف لك جمع مذكر هوصف لك جمع مذكر، عايز اوصف لك جمع مؤنث هوصف لك جمع مؤنث. يعني معنى كده ان اللون المارون ماشي معايا في اي حاجه، سواء بقى عايز اوصف مذكر او مؤنث او مفرد او جمع. اللون البران
بيبقى برين. برين. اللون الجري بيبقى جريز. جريز. نوار بيبقى نوار. غوز بيفضل زي ما هو غوز. إذا دي الألوان مذكر وإيه؟ ومؤنث. هنطقهم آخر مرة. بلي بلي. فير فيرت. روج روج. بلون بلانش. جون جون. أورانج أورانج. فيولي فيوليت. مارون مارون. بران برين. جري جريز. نوار نوار. غوز غوز. دي الالوان عندي، ابقى حافظ شكلها كده وحافظ الكام لون اللي انا علقت عليهم اللي هينفعوا للمذكر والمؤنث زي ما هم. اللون الروج، اللون الجون، وكذلك اللون الاورانج، ومعانا كمان اللون الروز. ومين اللون البلطجي اللي يمشي مع كله؟ قلنا اللون المارون بيمشي مع كله. تمام؟ طيب يا ميسيو، لما اجي دلوقتي اختار صفة لون، عايز اوصف حاجة بقى قدامي باللون بقى. أول حاجة لما تيجي تختار صفة لون، حدد أنت بتوصف مذكر ولا مؤنث؟ مفرد ولا جمع؟ تحدد إيه؟ بتوصف مذكر ولا مؤنث؟ مفرد ولا جمع؟ يبقى احنا هنعمل بقى هنا كده فاصل. قبل اختيار الصفة هنكتب بقى الكلمتين الصغيرين دول. قبل اختيار الصفة، قبل اختيار الصفة حدد الموصوف اللي انت هتوصفه. يا ترى هو مذكر؟ يا ترى مؤنث؟ يا ترى هو مفرد ولا جمع؟ يبقى دي أول حاجة عندي بعملها قبل اختيار الصفة، أحدد اللي أنا هوصفه هو مذكر ولا مؤنث، مفرد ولا جمع. هنكتب 3 سطور مع بعض كده، ودولت أساس قاعدة الجمع والتأنيث. مبدئيا الصفة المفرد المؤنث آخرها دايما على طول كده يا اما يا اما على اكسون وكمان يبقى الصفه المفرد المؤنث اخرها دايما يا اما حرف يا اما 2 طيب الصفه الجمع المؤنث اخرها دايما لازما اخرها دايما اس او اس، يبقى دي كده جمع مؤنث. الصفة الجمع المذكر آخرها دايما يا إما اس يا إما اكس. أنت كده بتلخص قاعدة الجمع والتأنيث في ال3 سطور ده هم. وال3 سطور دول هكتبهم لك تاني في سنة 3 ثانوي لما نيجي نشرح برضو قاعدة الجمع والتأنيث، فانت احفظ الدرس من دلوقتي. احفظ الأساسيات ال3 دول. صفة مفرد مؤنث يبقى لازم آخرها أو 2 صفة جمع مؤنث يبقى آخرها اس أو 2 ومعاهم اس. الكلمة الجمع المذكر أو الصفة الجمع المذكر آخرها دايما يا إما اس يا إما اكس. تعال نشوف أمثلة مع بعض. أما أقول مثلا كده لا تيني دي مراد، الزي بتاع مراد يكون نقط. بيقول لي هنا يلا اختار معايا، يا ترى نقول عليه اوريجينال ولا اوريجينال ولا اوريجينو
ولا اوريجينال؟ تعال نمشي على الكلمتين اللي انا كاتبهم لك. قبل اختيار الصفه حدد الموصوف. هو انا هوصف هنا التني ولا هوصف مراد؟ هتقول لي يا ميسيو معنى الجمله بتقول الزي اللبس بتاع مراد يكون. انا يا ميسيو هنا هوصف كلمه الزي الملبس اللي هي كلمه لا تني. حدد بقى هي مذكر ولا مؤنث، مفرد ولا جمع؟ انا لقيتها مفرد مؤنث. والله يا ميسيو انت قايل لنا الصفه المفرد المؤنث اخرها دايما يا اما يا اما 2 يبقى نختار انهي واحده قدامنا؟ اللي اخرها حرف يبقى هنا اوريجينال. مثال تاني. les vêtements de Mona sont نقط. يا ترى نقول démodé ولا démodé ولا démodé ولا démodé؟ والله يا ميسيو قبل اختيار الصفة لازم أحدد الموصوف مذكر ولا مؤنث، مفرد ولا جمع. ترجم الجملة. الملابس بتاعت منى تكون. يا ميسيو ده أنا عايز أقول الملابس بتاعت منى تكون قديمة، موضة قديمة. أنا كده بوصف منى ولا الملابس؟ هتقول لي كده أنا بوصف الملابس. إذا الصفة هنا عايدة على الملابس. طب أنا بقى شايفها جمع. طب أنت لما جيت تحفظ كلمة فيتمون كانت مذكرة ولا مؤنثة؟ فيتمون كانت مذكرة، يبقى دي كده جمع مذكر. نشوف كده مع بعض يلا. الصفة الجمع المذكر آخرها دايما يا إما اس يا إما إكس. نبص كده. والله دي مفرد ودي مفرد، مش عايزهم. دي آخرها اس ودي آخرها أهات كتيرة وإس، يبقى أنهي واحدة فيهم مذكرة؟ يبقى هي دي الجمع الإيه؟ المذكر. مثال كمان. لا خليها للجمع. les robes de Mona sont. يا ترى نختار ايه هنا؟ وهنا بنقول les pantalons de Mona sont نقط. وتعالى اما نشوف هنختار ايه. يا ترى نقول اوريجينال ولا اوريجينال ولا اوريجي نو ولا اوريجي نال؟ الميسيو قال لنا قبل ما نختار صفة حدد الموصوف. الفساتين بتاعت منى تكون. أنا بتكلم هنا عن الفساتين، هوصفها. الفساتين أنا لما جيت أحفظ فستان كانت مؤنثة، يبقى هي دلوقتي قدامي جمع مؤنث. الجمع المؤنث الصفة الجمع المؤنث آخرها دايما اس أو 2 واس. أما نيجي نبص كده تبقى أنهي واحدة؟ اللي اخرها يو اس او 2 يو اس اهي. يبقى هنا في النقط الاولانيه دي هنختار اوريجينال اللي اخرها يو اس علشان انا بوصف جمع ايه؟ مؤنث. هنا اللي بعدها لي بونتالون دي منى. البناطيل بتاعت منى تكون. انا هوصف البناطيل. طب كلمه بنطلون لما جيت تحفظها كانت مفرد مذكر، اذا هي مكتوبه قدامي هنا جمع مذكر. الصفه الجمع المذكر اخرها دايما يا اس يا اكس. اما بص كده اهي اخرها اكس، يبقى هنا هنختار اوريجينو لجمع المذكر.
ادي بالنسبه لما تيجي تختار الصفه. تعال نطبق بمثال على الالوان. يبقى انت بتريح دماغك بقى من قاعده التانيث والجمع وبتمشي على الثلاث سطور اللي انا لخصت لك فيهم القاعده دي، ولكن في بعض التكات اللي احنا هنقولها بقى دلوقتي. اما اقول مثلا كده l'écharpe de Mona et نقط، يا ترى نقول عليه بلي ولا بلي ولا بلي ولا بلي؟ والله يا ميسيو لما جيت ابص هنا الاشارب بتاع منى، انا هوصف الاشارب. كلمة اشارب لما تيجي تحفظها هتلاقيها مؤنثة، مفرد مؤنث. الصفة المفرد المؤنث اخرها دايما يا اما يا اما 2 يبقى هنختار انهي واحدة؟ بالظبط هنختار الثانية اللي اخرها حرف مثال تاني. ليه شوسيت الشرابات دي مراد sont نقط. les chaussettes de مراد sont، اختار يا ترى بلون ولا بلونش ولا بلون ولا بلونش؟ والله هنا يا ميسيو احنا بنوصف كلمة لي شوسيت اللي هي الشرابات. لي شوسيت دي مراد، الشرابات بتاعت مراد، يبقى انا بوصف شراباته. كلمة شرابات كلمة جمع مؤنث. بنشوف هنا الكلام بقى بيقول ايه؟ الصفة الجمع المؤنث اخرها دايما اس او 2 اس، يبقى هنختار انهي واحدة؟ يا اما اس يا اما 2 اس اهي، اخرها دايما اس، يبقى هنختار هنا بلونش لجمع المؤنث. ناخدها قاعدة مع بعض بقى يا شباب كده. أي حاجة بنلبسها في رجلينا، اكتب الملحوظة دي، أي حاجة بنلبسها في رجلينا جمع مؤنث ما عدا كلمة سابو. أي حاجة بنلبسها في رجلينا جمع مؤنث ما عدا كلمة سابو. شوسير شوسيت باسكيت صندال بوت بوتين باليرين ليجينجز. كم مرة هتقابلك الكلمات دي؟ شوسير جزمة، شوسيت شراب، شوسير شوسيت، باسكيت اللي هو الكوتشي الرياضي، صندال اللي هو الصندل، بوت البوت اللي حد الركبه، بوتين اللي البنات بتسميه هاف بوت اللي رقبته قصيره شويه، باليرين اللي هي الباليرينا جزمه الباليرينا، والليجينجز اللي هو الليجن. يبقى كم مره؟ شوسير شوسيت باسكيت صندل بوت بوتين باليرين وليجينجز. اي حاجه بنلبسها في رجلينا جمع مؤنث، احفظهم كده: شوسير شوسيت باسكيت صندال بوت بوتين باليرين ليجينجز. كم مره؟ شوسير شوسيت، شوسير شوسيت، شوسير شوسيت باسكيت صندال، شوسير شوسيت باسكيت صندال بوت بوتين باليرين ليجينجز. كل دول جمع ايه؟ مؤنث. اي حاجه بنلبسها في رجلنا جمع مؤنث على كلمه سابو. خلصنا مع بعض التكه الاساسيه بتاعه قاعده الجمع والتانيث اهي في الثلاث سطور دول. طب ايه بقى التكات اللي عندنا ونخلي بالنا منها؟ اول تكه عندنا تكتب ورايا، بيقول لي في عندي صفات تنفع مذكر ومؤنث ومفرد وكمان جمع. صفات بتنفع لكل حاجة، يعني أول لما تلاقيها في الاختيارات اختارها وانت مغمض. من دول 3 صفات بينفعوا للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللجمع كمان. هم مين دول؟ قال لي عندك أول صفة شرحناها في الألوان هنا أهو، اللون من البلطجي، اللون المارون. أول لما تلاقيه في الاختيارات بتختاره. مين كمان؟ قال لي عندي اللون الأورانج زيه بالظبط.
ينفع للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللجمع. ايه كمان؟ قال لي كلمة سوبر اللي هي معناها رائع. سوبر اول لما تلاقي صفة من الثلاثة دول اختارهم. ليه؟ لان الثلاثة دول بينفعوا معايا في كل حاجة، للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللجمع. تمام؟ يبقى انا في عندي مارون واورانج وسوبر بينفعوا لكل حاجة. طيب ايه التكة الثانية؟ اختار الالوان مفرد مذكر لو لقيت بعدها كلمة من الكلمات دي. الالوان اختارها دايما مفرد مذكر لو لقيت بعدها كلمة من الكلمات دي. زي ايه؟ قال لي هتلاقي كلمة كلير فاتح بيجوا مع اللون الازرق، ازرق فاتح كلير. فونسي غامق. مارين اللي هو اللون البحري كحلي يعني. سيل سماوي. الالوان اختارها دايما مفرد مذكر لو لقيت بعدها كلمه من الكلمات دي. ازاي يعني؟ تعال شوف المثال ده. اما اقول لك لي جيب الجيبات سون نقط فونسي. بيقول لي هنا اختار يا ترى بلي ولا بلي ولا بلي ولا بلي. والله المسيو قال لنا لما تيجي تختار الصفة حدد الموصوف. أنا هنا بقول الجيبات تكون، إذا أنا بوصف الجيبات جمع مؤنث، أنا هختار جمع المؤنث. المسيو يا أخي قايل لي آخره اس، هي دي. إجابتك صح، بس تعالى كمل الجملة، اقرأ الجملة للآخر. أنا ليه كلمة إيه؟ فونسي. بيقول لي أختار الألوان مفرد مذكر لو لقيت كلمة من الكلمات دي بعد النقط. والله أنا لقيت هنا بعد النقط كلمة فونسي أهي. كلمة فونسي ديت أول لما تلاقيها أختار معاها اللون مفرد مذكر، ماليش دعوة ببقية الجملة. يبقى الكلمات الأربعة دول لما بلاقيهم بختار معاهم اللون إيه؟ مفرد مذكر. كلير فونسي مارين سيل. مفرد مذكر يبقى هنختار الأولى. يبقى الصفات الأربعة دول أول لما أشوفهم في الجملة أختار معاهم اللون إيه؟ مفرد مذكر دايما. تمام؟ حتى لو الكلام عايد على حاجة جمع ماليش دعوة. طيب إيه الملحوظة الثالثة؟ أختار الألوان مفرد مذكر لو لقيت لونين جايين ورا بعض. لونين اتنين لقيتهم جايين ورا بعض، اختار الاتنين مفرد مذكر. لونين اتنين لقيتهم محطوطين جنب بعض، اختار الاتنين مفرد مذكر. حتى بقى لو الكلام عايد على مؤنث عايد على جمع ماليش دعوه. لونين اتنين جايين ورا بعض اختارهم مفرد ايه؟ مذكر. اديني مثال. اقول مثلا كده les yeux de منى، عيون منى sont نقط gris. وبيقول لي هنا اختار يا ترى بلي ولا بلي ولا بلي ولا بلي. والله يا مسيو لما اجي اقرا كده عيون منى، كلمه عيون اخرها اكس، وكنا من شويه كاتبين ان جمع المذكر اخره يا اس يا اكس. اذا كلمه عيون يا مسيو جمع مذكر، جمع مذكر يا مسيو، وانت قلت لنا جمع المذكر اخره يا اس يا اكس. انا هختار الثالثه. اجابتك صح، بس كمل الجمله كمل الجمله. لو لقيت واحده من الاربعه دول
هتختار اللون ايه؟ مفرد مذكر. لو لقيت لونين جايين ورا بعض بختارهم هما الاثنين ايه؟ مفرد مذكر. والله انا لقيت عندي جري اهو، يعني انا كده هحط لونين ورا بعض، يبقى بختار الاثنين مفرد مذكر. يبقى هنا هنختار كلمه بلي. يبقى انت في عندك تكات اهي تخلي بالك منها. يبقى كمان مره التكه الاولى 3 صفات ينفعوا معاك في كل حاجه. مين هما؟ مارون، اورانج، سوبر. اول لما تلاقي بعد النقط كلمه كلير فاتح، فونسي غامق، مارين كحلي، سيل سماوي، اختار اللون ايه؟ اختار اللون مفرد مذكر حتى لو الجمله كلها جمع. اختار الالوان مفرد مذكر امتى تاني؟ لو لقيت لونين اتنين جايين ورا بعض. اول لما تلاقي لونين جايين ورا بعض اختارهم برضو مفرد مذكر. تمام؟ يعني معنى كده لونين ورا بعض ينفعوا معايا للمذكر وللمؤنث وللمفرد والجمع. يعني معنى كده لون واي كلمه من دول ينفع للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللجمع. دي التكات الثلاثه. ناخد كمان تكه. التكه اللي عليها الدور اخدناها قبل كده. ايه هي؟ كلمة سي وحرف الجر اون مالهم؟ أول لما تلاقيهم أختار بعدهم صفة لون مفرد مذكر. يبقى انا اول لما الاقي الاون او السي بختار بعدهم ايه؟ صفه مفرد مذكر. ازاي؟ اما اقول مثلا كده ليه باسكت، الكوتشيات، سي نقط. الكوتشيات سي وعمل لي نقط، يقول لي اختار نوار ولا نوار ولا نوار ولا نوار. يا ميسيو الكوتشيات انت قلت لنا اي حاجه بنلبسها في الجنيه جمع مؤنث، جمع المؤنث اخره او اس. انا هختار الاخيره. كمل الجمله. اول لما الاقي كلمه سي اختار وراها صفه مفرد مذكر حتى لو الجمله جمع. يبقى هنا هنختار نوار. طيب لما تلاقي الاون، تعال شوف المثال ده من الترم اللي فات. ليه مونتانيا، الجبال، سون نقط. وليه مونتانيا سون اون نقط. يقول لي اختار يا ترى بلون ولا بلونش ولا بلون ولا بلونش. ما تيجي تختار حدد الموصوف. عندنا هنا لي مونتانيا، لي مونتانيا جمع مؤنث، وجمع المؤنث هنا بيكون في اخره او اس. يبقى هنختار الاخيره بلونش. عندنا هنا الجمله الثانيه لي مونتاني سون اون. اول لما الاقي الاون بختار بعدها صفه مفرد مذكر حتى لو الجمله كانت جمع. يبقى هنا هنختار بلون الاولى. ده بالنسبه عندي لصفات الالوان. اخلي بالي منها بالطريقه دي. يبقى كمان مره عندك 3 الوان ينفعوا للمذكر المؤنث والمفرد للجمع. مين هما؟ مارون، اورانج، سبير. ايه كمان؟ لقيت كلمه كلير، فونسي، مارين، سيل، اختار معاهم اللون ايه؟ مفرد مذكر. لقيت عندك لونين جايين ورا بعض اختارهم مفرد مذكر. لقيت كلمه سي او الاون اختار وراها برضو مفرد مذكر حتى لو كانت الجمله جمع.
ده بالنسبه لصفات الالوان والتانيث والجمع. هنطبق مع بعض دلوقتي بقى من كتاب ميرسي، والاول نخلص الفيديو نحفظه كويس جدا وندخل على كتاب ميرسي نحل وترجع تكمل الفيديو عشان تصحح لنفسك التمارين اللي انت حلتها، وباذنك يا رب تطلع كلها صحيحه، ويا رب الكل يكون فهم والامور كانت بسيطه. بس قبل ما نقفل الفيديو كده تعالى ما اديك تكه اخيره لذيذه. بيقول لي هنا اختار لون. ليه شوسير الأحذية سون نقط. اختار لون من الألوان دي، يا ترى بلي ولا بلي ولا بلي ولا بلي جري. اما اجي ابص هنا على الجمله دي، الاحذيه تكون، الاحذيه دي يعني الجزم، جمع مؤنث، واي حاجه بنلبسها في رجلنا جمع ايه؟ مؤنث. شوسيت شوسيت باسكيت صندال بوت بوتين باليرين وليجينجز. جمع مؤنث يعني جمع المؤنث يكون اخره او اس، ولا واحده اخرها او اس. بس انا في ملحوظه لسه قايلها، الالوان المركبه اللونين لما يكونوا جايين ورا بعض بينفعوا معايا لكل حاجه، مذكر ومؤنث ومفرد وجمع. يبقى اذا هنختار انهي واحده هنا؟ بلي جري. خلصنا مع بعض الدرس بتاع قاعده تانيث وجمع صفات الالوان باختصار في الكام تكه اللي احنا قلناهم. اتمنى يكون الكل استفاد. كمل معايا في كتاب ميرسي حل تمارين على التانيث والجمع، وخلص انت حل وبعدين كمل الفيديو عشان تصحح نفسك. يا رب يكون الكل استفاد. ما تنساش تسيب كومنت جميل وتشير اللينك بتاع الفيديو لكل اصدقائك، واشوفك الفيديو اللي جاي في شرح شكل الملابس والسؤال على الماده الخام وصفات الاشاره. اوعى يفوتك الفيديو، وعشان الفيديو ما يفوتكش ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس. ورفوار. وزي ما اتفقنا هنطبق مع بعض من كتاب ميرسي على الجزئيه اللي شرحناها. هنفتح الكتاب على الصفحه رقم 53. اول جمله معايا بتقول لي سيتين بلوز. انا واضح ان هي مؤنثه، مفرد مؤنث يبقى حاجه اخرها حرف ال. ما لقيتش، انا عندي اللون المارون اللي بينفع لكله. ساره اشيت دي جيب مارين. اتفقنا لما نلاقي كلمه كلير فونسي مارين سيل بنختار اللون ايه؟ مفرد مذكر. ليزيشارب، قلنا ليزيشارب كده كلمة جمع مؤنث، وجمع المؤنث بيكون في آخره اس، يبقى هي دي. جون ا اون بول، جون معاه كورة. كلمة اون بول كلمة مؤنثة يبقى نختار حاجة آخرها حرف الاو. ما لقيتش، لسه قايلين إن لونين ورا بعض بينفعوا معايا لكل حاجة. اون ايفير في فصل الشتاء، لي مونتاني سون، الجبال تكون. قلنا ان الجبال كلمه جمع مؤنث، وجمع المؤنث بيكون في اخره حرف الاس. نفس المثال ولكن لقيت الاون بنختار وراها لون مفرد مذكر، يبقى الثالثه. مون فرير ديز انوراك. حفظنا كلمه انوراك كانت كلمه مذكره، وجمع المذكر بيكون في اخره حرف الاس. انا ما لقيتش، ما احنا قلنا بقى الالوان المركبه والالوان اللي بيجي معاها كلمه سيال وكلير وفرونسي ومارين بينفعوا للمذكر والمؤنث وللمفرد وللجمع، يبقى نختار الاخيره. سو ماجازان فون دي تيشيرت. المجازان بيبيع التيشيرتات، انا هوصف التيشيرتات جمع مذكر، جمع المذكر اخره اس. منى اشيت ان كوستيم، ان كوستيم بدله كلمه مفرد مذكر، يبقى نختار الاولى. جاشيت دي شوسيت، شوسير شوسيت باسكيت صندال بوت بوتين باليرين وليجينجز جمع مؤنث. ما لقيتش حاجه جمع مؤنث، ما احنا قايلين ان اللون الاورانج بينفع لكله. ساره دي باليرين، لسه قايلين ان كلمه باليرين جمع ايه؟ مؤنث، وجمع المؤنث بيكون في اخره اس. سيتين ساكوش، شنطه يد كلمه مؤنثه اهي، يبقى عايزين حاجه اخرها حرف الاو. ما لقيتش، لسه قايلين ان اللونين المركبين بينفعوا لكل حاجه. سيتان بونتالون، انه بنطلون ومفرد مذكر. انا مش لاقي حاجه مفرد مذكر، ما انا علمت لك في بدايه الشرح على كام لون كده بينفعوا للمذكر والمؤنث، لان حرف الاو جزء منهم اللون الجون. Les enfants ont des bicyclettes. خدها قاعده، اي كلمه اخرها او تي تي او
كلمة مؤنثة ما عدا كلمة سكليت، يبقى بيسيكليت، شوسيت، كاسكيت، كلمة مؤنثة. ودي جمع مؤنث، أنا مش لاقي حاجة جمع مؤنث، احنا لسه قايلين الألوان المركبة اللي هم لونين ورا بعض، والألوان اللي بيجي معاها كلير وفونسي ومارين وسيال بينفعوا لكل حاجة، يبقى هنا هنختار دي. ببص في المثال اللي بعده من غير ما اكمل قراءه لقيت كلمه مارين، يبقى نختار اللون ايه؟ مفرد مذكر. ليجينجز اي حاجه بلبسها في رجليا جمع ايه؟ مؤنث، جمع المؤنث بيكون في اخره اس. اول لما الاقي كلير وفونسي ومارين وسيال يختار مفرد مذكر. ما سور اشيت دي شوميزيي، شوميزيي جمع مذكر وجمع المذكر اخره اس. اول ما الاقي سيال فونسي مارين كلير نختار ايه؟ مفرد مذكر. اخر حاجه جادور لي كولور. كلمه كولور وضحتها في اول فيديو ان هي كلمه مؤنثه وهنا جمع مؤنث وجمع المؤنث بيكون في اخره اس، يبقى هنختار الاخيره. وكده خلصنا الفيديو بتاع النهارده وانتظرنا الفيديو اللي جاي، واوروفوار.